سؤال كده حذر بيه كل ام وكل اب، يعني حتى لو هي سيبك من طبعا موضوع الجينات او ان هي حامل فيه، فطبعا ده شيء لا شعوري، يعني ده غصب عنها، وده ما بيعملش صدمه، ده بيفتح الملف بس. طيب جه الولد للحياه او للبنت، وكالعاده زي الام انا كان نفسي تبقى شعرها كذا او البشره بتاعته تبقى لونها كذا. غلط، نفترض ان انا غلطت كأم وقلت الاكشن ده، ازاي اعيد تصحيحه؟ اقبل ابني وابعت له مشاعر حب، حتى لو انا عديت المرحله بتاعه الطفوله. وعلى فكره انا دايما اقول كده للناس اللي بيجوا لي، شغلكم على نفسكم بيفرق في علاقاتكم مع اولادكم، يعني بيصلح الاجيال اللي جايه وبيصلح الاجيال اللي فاتت. حتى لو جده متوفيه، شغلك على نفسك والاستناره اللي بتعمليها مع نفسك بتنور عندها في قبرها، واللي جاي بيخرج من الكارما بتاعتك. يعني بنتك مش هيحصل لها اللي حصل لك، لان انتي نظفتي الفايل ده، فالملف لما بينضف عند حد مش هتتوارثوا بقى.